هو مين فينا ما شافش الأسدين الموجودين على كوبري قصر النيل؟ ومين فينا ما بيسألش هو ايه قصتهم؟ وليه أصلا اتحطوا في المكان ده؟ وهم ليه أصلا أسدين؟ واللي ما تعرفوش برضو إن ناحيتهم وصنعهم خلص على نفسه. الحكاية بدأت لما كان الخديوي إسماعيل ماسك حكم مصر، وقتها سافر وشاف تماثيل حلوة قوي في باريس ولندن، وقرر إنه ينقل الفكرة دي لمصر، وكلف النحاتين جاكمار وتشارلز هنري إنهم يصنعوا تمثالين لمحمد علي باشا وإبراهيم باشا، وكمان بالمرة 4 أسود برونزية، والكلام ده كان في القرن ال19. لكن اللي ما يعرفوش ناس كتير بقى إن أسود قصر النيل كانت مصممة علشان تتحط على حديقة الحيوان بالجيزة، لكن بعد ما وصلت التماثيل القاهرة بعد نحتها في فرنسا كان الخديوي إسماعيل اتخلع من الحكم وتولى مكانه ابنه توفيق. وبيصادف في نفس الوقت ده إنه كان بيتعمل تجميل لكوبري الخديوي إسماعيل اللي هو كوبري قصر النيل دلوقتي، لكن وقتها كان اسمه كوبري الخديوي إسماعيل. وشاف وقتها الخديوي توفيق إن الكوبري محتاج لحاجة تجمل شكله وتليق باسم أبوه الخديوي إسماعيل، فقرر إنه يبقى فيه أسدين على كل مدخل، واتحط لوحات مجسمة على مدخل حديقة الحيوانات في الجيزة بدل الأسود اللي كانت المفروض تبقى محطوطة. والكلام ده كان سنة 1891 واللي اتكلمنا عنه بالظبط في حلقة تاريخ حديقة الحيوان. نرجع بقى لأسود قصر النيل. أسود قصر النيل كانت سبب في إن الصانع بتاعهم هنري جاكمار يخلص على نفسه، وده حصل وقت احتفاله ببناء تماثيل أسود قصر النيل، وفضل هنري يتكلم عن تصميمه الفريد من نوعه. لكن سمع طفل صغير وهو بيشاور على واحد من الأسود وبيقول هو في أسد من غير شنب. ولما سمع جاكمار حس بإحباط كبير واكتشف الغلطة الكبيرة في التمثال وساب الحفلة وخلص على نفسه بعدها. واللي ما يعرفش جاكمار فهو اللي صنع تمثال جوزيف سيف، وده اللي بنى الجيش المصري بأمر من محمد علي باشا. وجوزيف حب مصر وقعد فيها وكمان اعتنق الإسلام، وبقى اسمه سليمان باشا الفرنساوي، وتم إطلاق اسمه على واحد من أهم شوارع القاهرة، واللي اتغير اسمهم بعد كده وبقى شارع وميدان طلعت حرب. وتم نقل تمثال سليمان باشا بعد ما كان في الميدان اللي باسمه للمتحف الحربي. أما بقى كوبري الخديوي إسماعيل أو كوبري قصر النيل فاللي أمر ببنائه هو الخديوي إسماعيل سنة 1869، وتكلف المشروع وقتها 2750 فرنك، يعني 108 ألف جنيه مصري. والكوبري أخد 3 سنين علشان يتم بنائه بالشكل ده، وبيبلغ طول الكوبري 406 متر وعرضه 10 أمتار. وفكرته جات للخديوي إسماعيل اقتداء بمدن أوروبا، وعايزاك بعد كده لما تعدي على كوبري قصر النيل تبقى عارف الحكاية بتاعته وتفتكرنا.